صحيح بأنها زي ما قلت سبق وقلت بأنها مباراة صعبة. الفريقين كل واحد يعني يمتلك هوية خاصة فيه، لأن أعتقد أن الفريقين هم اللي يمتلكون هوية يعني خاصة فيهم يلعبون بها بنفس الطريقة في كل المباريات أو في كل السنوات اللي أعتقد من السنة اللي تواجدنا هنا في السعودية. ولكن المباراة حتكون مهمة، حتكون مثيرة، وحيستمتع فيها الجمهور الشبابي بصفة خاصة والجمهور السعودي بصفة عامة. أول شيء بسم الله، ما أبغى أزيد عن الكلام اللي تكلم فيه السيد إيميليو. أعتقد أن المباراة بتكون بالنسبة لنا صعبة. فريق الفتح فترة الدوري، صحيح أنه يمكن خسر المباراة الأخيرة أمام الاتحاد، لكن قدم مباراة كبيرة، له منهجية خاصة، له أسلوب لعب خاص. لكن احنا نادي الشباب أكيد نحاول نقدم أفضل صورة جيدة للفريق الشبابي، نحاول نكسب الثلاث نقاط، وهي المهمة بالنسبة لنا لمواصلة مشوارنا في بطولة الدوري. لكل ظروف يعني لكل الظروف الحالية يعني تقريبا يعني أنا كمدرب يعني لازم أسوي بعض التغييرات، يعني بعض التغييرات من طريقة العمل. هذا الشيء اللي يمكن لأن الفريق في الفترة هذه محتاج بعض التغييرات الطفيفة. ما حغير تقريبا كل شيء، ولا يمكن أقدر أقول بأن الشيء اللي كان قبل كان خاطئ. بالعكس بعد رحيل المدرب لا بالعكس هذا شيء اللي هو يعني شيء مو صحيح. ولكن يعني الحين ما دام الأمور زمام الأمور في يدي، أعتقد بأن في الفترة الحالية نحتاج بعض التغييرات الطفيفة. أنا ما يهمني عمر اللاعب أو سن اللاعب، أنا أعتقد بأن عزج باللاعب الجاهز أكثر جاهزية. يعني ما يهمني عمر لاعب صغير أو كبير في السن أو متوسط سنه، اللاعب الجاهز هو اللي حياخذ الفرصة الكاملة. لا ننسى بأن احنا هنا في نادي الشباب نتواجد. أعتقد بأن نادي الشباب نادي كبير وله صيت. اللاعب اللي ياخذ فرصته كلاعب أساسي لازم يكون يستحق الفرصة هذه ويكون جاهز وحيخدم الفريق. Y de repente jugando en un gran equipo tienes menos posibilidad de jugar porque el nivel de los otros es muy alto. لما أنت تكون لاعب صغير في السن أو لاعب شاب أو لاعب واعد، هذا الشيء طبيعي لازم تبحث على فرصتك، لأن اللاعبين المتواجدين أو اللاعبين الأساسيين يمكن أحسن منك أداء، ولهذا لازم أنت تثبت نفسك للمدرب عشان تأخذ وتستحق المركز الأساسي. أعتقد بأن طموح نادي الشباب هو نفسه، حتى ولو راح المدرب أو جاء المدرب. نادي الشباب نادي كبير، نادي يطمح ودائما عنده طموح وعنده أهداف رسمتها الإدارة، هي المنافسة وإحراز الألقاب. كل البطولات اللي يشارك فيها دائما يحاول ينافس ويفوز بجميع البطولات. هذا هو طموح نادي الشباب، ما حيتغير. أول شيء لا بالعكس، يعني احنا لاعبين محترفين تعودنا على الأجواء الطبيعي في عالم كرة القدم غير المدربين أو في ظرف من الظروف. أعتقد السيد إيميليو عنده الدراية الكافية باللاعبين، هذا اللي بيساعدنا في المستقبل. وأعتقد أن السيد إيميليو على كفاءة عالية، مدرب على كفاءة عالية. أعتقد إنه بالعكس ما راح نواجه أي مشاكل. احنا كلاعبين جاهزين لأي ظروف وجاهزين لأي محك إن شاء الله في المستقبل. يعني الزي اللي بيرتديه المدرب هذه على حسب ثقافة البلد اللي أنت تكون فيه أو ثقافة النادي، لأن في أندية يمكن الأندية أوروبية بعض الأحيان تجبر المدرب يرتدي الزي اللي هو الزي الرسمي، وبعض الأندية مثلا اللي يعني تعطيك الحرية الكاملة ترتدي أي زي أنت ترغب فيه. ولكن أعتقد بأن هنا في الحمد لله في السعودية يعني ما أعتقد بأن الزي اللي هو التريننج والزي الرياضي هو الأفضل، لأنه مع حرارة الطقس وكذا من الأفضل يكون مريح أكثر للمدرب الزي الرياضي. أعتقد بأن هذا تحليل يعني تحليل إيجابي وفكرة يعني جيدة من إعلامي أو من صحفي. Yo creo que cuando ves desde el
primer año, el segundo año, el total de buenos partidos que hemos hecho es bastante grande. Hemos disfrutado, la gente ha disfrutado del fútbol que hemos hecho, y claro que de repente por el momento estamos un poquito buscando ese fútbol que hemos hecho. صحيح ان المباريات الاولى او السنه الاولى، خصوصا السنه الاولى، يمكن اقل السنه الثانيه، كان فريق الشباب يعني اللاعبين يستمتعون في المباراه ويمتعون برضو الجماهير بطريقه اللعب، حتى اذا بعد اغلب المباريات كانت تفوز فيها وتفوز باداء وبنتيجه. Y eso me parece que es una cosa que pasa en muchísimos equipos, mismos los más grandes equipos tienen ese problema. هذه المشكلة، يعني هذه مشكلة يعاني منها أغلب الأندية الكبيرة. Voy a coger el ejemplo el más grande, que es Barcelona. أعطيك مثل أعرق نادي أو أفضل نادي في العالم، فريق برشلونة. Barcelona, todo el mundo estaba diciendo que jugaban de maravilla el año pasado y este año también. El nivel del juego no es el mismo. صحيح أن برشلونة الكل يستمتع في أداء فريق برشلونة، ولكن السنة هذه كثير من النقاد يعني يشوفون بأن برشلونة أداؤه أقل من السنة الماضية. Creo que es un pasaje obligado lo que pasa por el momento a Shabab. Es un pasaje obligado y tiene la... المرحلة اللي مر منها نادي الشباب هي كأنها مرحلة إجبارية، مجبور يمر من مرحلة ومرحلة انتقالية أعتقد، وأتمنى طموحي أنا كمدرب وطموح اللاعبين لإمتاع الجمهور الشبابي وإمتاع الجمهور السعودي في المباريات القادمة، ويكون دائما نادي الشباب هو اللي بادر في الهجوم، ويكون أداؤه دائما أداء مميز يستمتع فيه الجماهير السعودية بصفة عامة. أحمد، الطبيعي من الطبيعي انت لما يشرف عليك اي مدرب لازم تتأقلم على التكتيك اللي هو يستخدم. انا في الفترات السابقه طبيعي يعني ممكن كنت العب في المحور او احيانا ممكن العب كلاعب طرف، لكن انا كلاعب محترف ممكن العب في اي مكان يشوفني المدرب ان انا ممكن افيد الفريق، مصلحه الفريق فوق كل شيء. اعتقد ان الشباب ان شاء الله في الفتره القادمه راح يظهر الصوره الجيده وراح يقدم مستويات افضل، راح يستمتع فيها احنا كلاعبين في البدايه والجمهور الشبابي خاصه والكره المعروفه عن النادي الشبابي ان شاء الله في الفترات القادمه، ونقدم افضل مستويات لتحقيق الانجازات. احمد، شوف وين افضل، تشوف افضل محور ولا طرف؟ احمد والله انا قلت لك انا لاعب في اي مكان اتواجد فيه احاول اقدم اكيد في مكان، بس انت وين ترى نفسك التمرين بعد شوي؟ لان انا من الطبيعي انا راح مدرب في اي مكان في اي خانه احاول اقدم فيها افضل ما عندي لمصلحه الفريق. يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لكم.